ألو بسم الله الرحمن الرحيم. يوم سعيد ويوم جديد معاكم عمر بحيري وقناتكم قناة المهاجر. النهاردة عايز أتكلم معاكم في موضوع بسيط جدا، لأن امبارح كنت بحاول أتصل مع أحد الأشخاص، وفي واحد كتب لي إن هو عايز يعرف معلومات بتخص الدراسة، وبالأخص عن التكوين المهني أو التدريب المهني اللي هو في بولندا. فالنهاردة زي ما أنا وعدته، فالنهاردة هحاول أعمل نبذة مختصرة عن التكوين المهني. إذا كنت أنت أكيد طالب من إحدى الدول العربية زي المغرب، الجزائر، الأردن، العراق، أو مصر أكيد، فعايزين نعرفك طبعا إيه هي الخطوات اللي أنت ممكن تقدم بيها، وإيه هي الشروط والمواعيد وكل حاجة من الألف إلى الياء، والفصول الدراسية. فالتدريب المهني أو التكوين المهني أكيد هو في بولندا عبارة عن إن الناس بتقدر من خلاله إنها تنمي مهاراتها، سواء كانت فنية أو مهنية. فهو مجموعة من المجالات. أكيد بولندا زي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في المجال ده يعني بتديك فرصة إن أنت تأهل نفسك عشان تاخد تجربة عملية عميقة من خلال الدراسة، النظري والعملي مع بعض، عشان أنت يكون عندك مهارات في المستقبل تقدر تطورها وتفيدك في سوق العمل. التدريب المهني بيعتبر برضه فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، وبالأخص إذا كنت أنت جاي من دول عربية، مثلا بتدرس بيولوجي أو كيمياء أو إلكترونيات، من خلال إنه بيقدر يوفر لك فرص عمل أو تدريب عملي متقدم، على أساس تقدر في المستقبل أنت تجاري سوق العمل. طبعا حد هيبدأ يسألني، طب إيه الميزة من كده؟ الميزة من كده إن في خلال الفترة بتاعتك اللي أنت بتتدرب فيها بيكون لك فلوس، ممكن تقدر تحصل على راتب شهري بيساعدك ان انت تحقق اقصى استفادة ممكنة، على اساس ان انت جنبا الى جنب ان انت بتدرس وبتاخد فلوس، والمدة عبارة عن 4 سنوات. طيب نبدأ دلوقتي نشوف هل مثلا في سن معين؟ لا، بيحق لك وكل جميع الفئات العمرية اللي موجودة ان انت تلتحق بالبرنامج التدريب المهني او التكوين المهني هنا في بولندا. طيب ايه اللي موجود مثلا؟ ليه كده بولندا؟ لان بولندا من احدى الدول اللي هي التكوين المهني عندها جزء اساسي من نظام التعليم، فمن خلال ده انها بتبدا انها تتصل مع شركات كبيره جدا من قبل الحكومه البولنديه او المؤسسات اللي موجوده واصحاب الشركات، ان انت بتاهلك وبتدربك عشان تكون جاهز لسوق العمل، حتى لو انت جاي من دوله تانية غير دول الاتحاد الاوروبي. طيب هنبدا دلوقتي. عندنا ايه هي الانواع اللي بتاع المؤسسات ديت؟ احنا عندنا مثلا مصر بنسميها ثانوي صناعي او الكلام ده. في حاجه اسمها المدارس المهنيه الثانويه، اللي هي بنسميها التكنيك او التكنيكوم في البولندي، اللي هي ده عباره عن مده دراسه فيها 4 سنين، 4 سنوات. فيها ايه بالظبط؟ تعليم عام وتدريب مهني. ان انت بعد ما تخلص 4 سنين، سواء شهاده الثانويه العامه بالاضافه لشهاده مهنيه جنب الى جنب، فبيأهلك ان انت تدرس 4 سنين، وبتاخد شهاده الثانويه العامه وشهاده مهنيه معترف بيها طبعا. تاني حاجه مدرسه مهنيه اساسيه او المدارس المهنيه الاساسيه، اللي هي بنسميها اول مرحله من المراحل دي. طبعا بتركز على ايه؟ بيكون هنا تختلف التعليم فيها، بيبدا او الكورس 3 سنين تستمر لمده 3 سنوات، من خلالها بيأهلك ان انت بعد التخرج ان انت تواصل تعليمك، التعليم المهني ده، لمستوى اعلى، او ان انت تكتفي بال3 سنين دول. بعد كده المدارس المهنيه المتخصصه، اللي هي سبيشاليزايزد، اللي هي في تخصص فيها، مثلا بتكون من 2 ل3. طبعا برضو بتركز فيها على تدريب العملي قبل كل شيء. يبقى احنا هنا اول حاجه عندنا 4 سنين، بعد كده 3 سنين، بعد كده سنتين. طيب في حاجه كمان اللي هي بنسميها مراكز بقى التدريب، مركز معين متخصص اللي هو السنتر. ده بيكون مدرس او سنتر مؤهل من خلاله الطالب عملي او علمي ومهني، من خلال كورس مكثف. بيكون في تعاون ما بين الشركات المحليه اللي موجوده في بولندا في سوق العمل، عشان تقدر من خلالها بتوفر يعني مناخ كويس وسوق عمل احسن. او بعد كده في حاجه اسمها الجامعات، اللي هي كليات التقنيه العليا، مثلا اللي هي مثلا زي حاجات مهنيه او صناعيه وتقنيه، بتركز على التطبيقات الصناعيه والتدريب العملي جنبا الى جنب. طب هل ده مثلا يا عمر، واحد يسالني هل ده كل شيء؟ انا راجل جديد دلوقتي مثلا من دوله عربيه، طب ايه الشروط؟ عايز اعرف اعمل ايه دلوقتي. طبعا من كده الطالب لما تدرس هناك تدرس حاجات عاديه، علوم، لغات اجنبيه، رياضيات، ومواد نظريه، المواد العملي والمواد النظريه اللي هي المتعلقه بموضوع التكوين المهني. بيبدا انت تركز عليه من خلال ورش ومعامل رئيسيه او مدرسيه في الشركه اللي انت شغال فيها ديت بتاعت فتره التدريب، او المكان بتاعك بتاع الدراسه.
بعد كده كمان بيأهلك ان انت جنب الى جنب الدراسه، ان انت بتدرس وبتاخد تدريب عملي عشان تكتسب خبرات جنبا الى جنب. الشهاده والتأهيل بعد ما بتكمل البرنامج بتاعك خلاص بتاخد امتحان، اكيد في امتحان نهائي نظري وعملي. لما بتنجح الطالب عليها بتاخد شهاده معترف بها دوليا، مش بس في بولندا، حتى لو انت عايز تشتغل في العمل في مجالك في بولندا او في اي دوله تانيه او ترجع بلدك بتاخد شهاده معتمده. ايه هي الدول المتاحه؟ طبعا قلنا الدول العربيه، من جميع انحاء العالم فيهم دول عربيه زي ما قلنا، واكيد مصر والدول دي المغرب فلسطين الجزائر الاردن. طبعا ازاي انت تبدا تقدم هنا مثلا؟ اول حاجه المده بتاعتك لو انت بتاع التدريب المهني ده عباره عن بكالوريوس 3 سنين 6 فصول دراسيه. يبقى البكالوريوس 3 سنوات دراسيه 6 فصول، كل سنه 2 سمستر. وبعد كده الماجستير لو انت عايز تكمل بعد كده حسب مجال الدراسه بتاعك من سنه ونص لسنتين دراسيتين، عباره عن من 3 إلى 4 فصول دراسيه. ماشي؟ طيب المنحه بتاع التدريب ممكن تقولي طب انا مش هقدر اعمل مثلا اخد ازاي، او ان انا فلوس ادفعها. لا، ممكن يحق لك من الدول العربيه او جميع الطلاب الدوليين من انحاء العالم انه يحصل على منحه دراسيه او سكولارشيب ضمن اتفاقيه معروفه دوليه اسمها اللي هي التبادل الدولي للبلاد ما فيهم مصر الجزائر سوريا تونس، عن طريق حاجه اسمها ايراسموس او سقراط. هسيب لك بعد كده برضو اسم الموقع ده اللي انت بتقدمه اللي هو www.socrates.org.pl. انت ممكن من خلاله انت تقدم فيه وتحصل على منحه دراسيه من خلاله. طبعا ايه لو انا خدت المنحه دي لازم في اوراق مهمه عشان اقدم فيها. طبعا الاوراق دي زي ما احنا عارفين شهاده الثانويه العامه تكون موثقه من وزاره الخارجيه والسفاره البولنديه او نسخه رسميه صادره منها، لازم الاصل. حط في بالك عشان ما يحصلش مشكله الاصل بتاعك من المدارس الثانويه اللي انت طالع منها، وبتملى الاستماره بتاعك بتاع التسجيل، السيره بتاعك الذاتيه زي السي في اللي هو المدرسه بتاعتك وكل حاجه بالظبط. 4 صور شخصيه بحجم جواز السفر، حجم الجواز الرئيسي 4 صور شخصيه. نسخه من هويه المرشح يعني البطاقه بتاعك اكيد، او نسخه الصوره اكيد برضو من الباسبور جواز السفر. يكون معاك شهاده ان انت بتتقن اللغه الانجليزيه. حد يسالني هل هي اجباري؟ لا 100% 100%، لا اختياري. ازاي؟ لو انت ما كنتش بتدرس في المدرسه بتاعك الثانويه باللغه الانجليزيه فهي اختياريه. شهاده طبيه، انت لائق طبي مفيش اي مانع يعوقك عن الدراسه. واهم شيء الرسوم اللي هي حوالي $83 امريكي. بعد كده بقى معاك شهاده ثانويه عامه موثقه او نسخه منها رسميه من المدرسه اللي طالع منها، وكل حاجه تمام. بعد كده كمان بتبدا بقى نبدا نقدم عن طريق ان احنا بنخش عن موقع معين اسمه بنزور الموقع ده اسمه Study in Poland او الدراسه في بولندا او Go Poland. برضه هسيب لكم تحت ان شاء الله عشان تاخد فكره عن الاماكن اللي ممكن تاخد منها منحه دراسيه. بتقدم عن طريق الانترنت سهل، تخش على الموقع اللي انا قلت لك عليه ده طبعا او النظام الوطني البولندي، تعرف المواعيد النهائيه وتقدم حاجه. الرد بيجي لك بعد قد ايه؟ الرد دايما بيجي لك بعد فتره معينه عشان تروح تعمل مقابله في السفاره وتقدم الاوراق دي كلها والمستندات الاضافيه. طبعا عشان تاخد التاشيره لازم طبعا تاخد تاشيره من السفاره عشان تيجي بولندا قانوني. انت داخل طالب معاك البرنامج ده، لازم يكون اثبات التمويل، طبعا كشف حساب في البنك، تامين صحي، انشورنس دولي، يكون من شركه طبعا لها شغل مع السفاره البولنديه، مش اي مكان تاني، مكتب تامين انشورنس دولي. ووثائق تانية حسب ما السفاره تقول لك عليها. اخر ميعاد امتى؟ طبعا ده اهم شيء دلوقتي. في عندي الجامعات البولنديه فصلين دراسيين، مده كل فصل منهم 15 اسبوع. نبدا بفصل الخريف. الخريف بيكون دايما بيبدا التقديم قبل الخريف فصل الربيع او بدايه الصيف، يعني من شهر 4 لحد شهر 6 ابريل حتى يونيو. الموعد النهائي عشان تقدم فيه بيكون في نهايه شهر 6 او بدايه شهر 7 يونيو او يوليو. بعد كده التقديم لفصل الربيع دايما بيبدا في الخريف اللي هو سبتمبر الى نوفمبر. طبعا الموعد النهائي برضه بيكون نوفمبر او بدايه ديسمبر. فعشان كده انا اديتكم يعني حاجات ونظره. اتمنى ان شاء الله ان الانسان اللي طلب معلومات عن التكوين المهني في بولندا ان تكون افادتك، وان شاء الله اشوفكم على خير. ما تنسوش انك تشير الفيديو لو عجبك وتعمل سبسكرايب وتوصله لواحد تاني ان شاء الله، لان الدال على الخير كفاعله. دايما بقول هدفي من القناه مساعدتكم مساعدتكم مساعدتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، ويوم سعيد.